لو انت ماشي معانا من اول الكورس حلقه بحلقه وماشي معانا بالترتيب، فانت دلوقتي معاك كميه معلومات تخليك من التوب 1% في العالم كله في البرومت انجينيرنج، وكمان تقدر تبني سيستم كامل او اي ايجنت من برومت واحد انت اللي كاتبه. بس عشان الكلام النظري لوحده مش كفايه، وعشان انا حريص ان الكورس ده يبقى متكامل ومش ببخل عليك بمعلومه واحده، فيلا بينا. كفايه كلام نظري او شرح على السبوره، وهنجرب كل اللي احنا قلناه من اول الكورس عملي قدامك على اللابتوب. ففي الفيديو ده هبني قدامك اي ايجنت كامل من الصفر باستخدام برومت بس. هنشوف ازاي اول برومت بيطلع نتيجه عاديه، ومع التحسينات زي اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات هنوصل لسيستم كامل واي اي ايجنت شغال ويقدر يتباع لعملاء بالاف الدولارات. جهز قهوتك او مشروبك المفضل وركز معايا في الفيديو ده، عشان احنا هنعمل كل حاجه شرحناها من اول الكورس. طيب دلوقتي جينا مع بعض على اللاب علشان نطبق عملي كل حاجه اتعلمناها مع بعض من اول الكورس. طبعا عشان اقدر اطبق بطريقه كويسه، فانا عايز ايجنت او شات بوت ابنيه بالكامل من خلال البرومت بتاعي بس مش اكتر. انا مش هضيف اي حاجه غير البرومت ونقعد نعدل على البرومت ونشوف النتيجه مع بعض. فانا فتحت منصه بوت بريس، هي منصه قويه جدا ان انت تبني من عليها اي اي ايجنتس، والمنصه سهله وكلها حاجات زي توصيل ببعض كده، فالموضوع سهل وممتع. اول حاجه هنعملها هي اوتونوموس نود. الاوتونوموس نود دي فيما معناه ان احنا هنبني ايجنت كامل من خلال البرومت بس، وهو ده الهدف اللي احنا عايزينه عشان نشوف كل حاجه قدامنا عملي، ويبقى انت كده وصل لك كل حاجه نظري وعملي وشرح على السبوره ويعني كل حاجه لازم تبقى خلاص ان شاء الله بعد الكورس ده انت بيرفكت في البرومت انجينيرنج. فهنبدا مع بعض. اول حاجه نجربها برومت بسيط جدا، انا كل اللي كتبته له هنا يقرا كاستمر سبورت ايجنت فور ايربوت اي اي اوتوميشن ايجنسي ان ايجيبت. يعني ببساطه قلت له ان انت موظف خدمه عملاء لايربوت اللي هي الايجنسي بتاعتي، ان هي اي اي اوتوميشن ايجنسي في مصر. بس ما كتبتلوش اكتر من كده. فاحنا عايزين نجرب كده تيست، نشوف هو كده هيتعامل ازاي او هيتكلم هيقول ايه. طيب فاحنا هنجربه هنا في الجنب اللي على اليمين هنا، فاقول له بالظبط ازيك مثلا، هنشوف هيقول لي ايه. انا بخير. هقول له انتوا مكتب له تواجد حقيقي في القاهره ولا لا؟ طبعا هو رد غلط تماما، قال لي ان هو مكتب حقيقي واليوم تواجد في القاهره، وطبعا ده مش حقيقي. احنا لغايه دلوقتي الايجنسي بتاعتنا اونلاين بس، مفيش مكتب اوفلاين نقدر نتكلم فيه مع الكاستمرز وكده. ولو زنيت عليه اكتر قلت له قول لي فين بالظبط في القاهره، قال لي في منطقه المعادي. فطبعا ده كله غلط زي ما اتكلمنا في اول الكورس وزي ما شرحنا. هو هنا بيهلوس، بيقول معلومات مش حقيقيه، لان هو هدفه مجرد ارضاء اليوزر اللي بيكلمه خلاص. هو عايز يرضيه ويوصل له المعلومه اللي هو محتاجها. لو ما كنتش شفت الكورس من الاول ارجع الكورس من الاول، هتشوف ان احنا قلنا الكلام ده نظري في اول الكورس. دلوقتي احنا عايزين ندخل في المرحله اللي بعدها، هنطبق مع بعض كل اللي اتعلمناه على مدار الكورس. فاول حاجه هنطبقها دلوقتي هي الاستراكشر او المعادله الكامله للبرومبت. الثمان عناصر كاملين كنا شرحناهم برضو في فيديو هنا في الكورس، لو ما شفتهمش ارجع شوف الفيديو تاني. اللي انا هعمله دلوقتي هروح اكتب الثمان عناصر بتوع البرومبت، هكتب برومبت كويس وارجع تاني اوريكم البرومبت اللي كتبته ونجرب مع بعض ونشوف النتيجه. طيب دلوقتي انا خلاص كتبت البرومبت بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها. هتلاحظ ان رول جول كومباني انفورميشن كل حاجه متقسمه بالظبط، ودي هيدلاين، يعني كل باراجراف او كل جزء ليه الهيدلاين بتاعه وليه المهمه بتاعته، وهنا اكزامبلز او امثله في الاخر. اللي انا عملته ببساطه في الرول انا ما غيرتش حاجه. كل اللي قلت له مثلا ان احنا ما عندناش مكتب اوفلاين، وضحت له ده، وقلت له الجول او الهدف من المحادثه دي ايه، وشويه معلومات عن الشركه بتاعتنا والخدمات اللي احنا بنقدمها. والتون قلت له ترد فريندلي وبروفيشنال وهيلبفول ومودرن. والفورمات بتاع الرد خليته ان هو صغير كده ومنظم، يعني مش حاجه رغي ومش حاجه كبيره، واديته امثله للشات هيمشي ازاي. فدلوقتي طبعا 100% ده احسن من اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. دي اول حاجه اتعلمناها في الكورس، الثمان مكونات للبرومبت. فلو انا جيت اجربه مثلا دلوقتي هساله حاجه زي مثلا، هقول له ازيك، ممكن اعرف عنوانكم فين؟ فهو هنا رد بقى رد صح فعلا. قال لي ان احنا ما عندناش مكتب دلوقتي، احنا وكالة عبر الانترنت، وممكن تتكلم معانا عبر الانترنت للحصول على اي استفسارات او خدمات انت محتاجها. فممكن اساله زي مثلا مين المؤسس؟ رد برضو رد صح. المؤسس هو احمد الطلخاوي ومتخصص في الاتمتة. لو قلت له خدماتكم ايه؟ برضو رد مظبوط على حسب المعلومات اللي انا كاتبها له في البرومت. خدماتنا كذا كذا كذا، ولو عندك اي استفسار اسالني سؤال كمان. فهو كده يعني نسبيا جاهز وشغال، وفعلا هو جاهز للرد. بس نيجي بقى للمحاضرة اللي بعدها في الكورس. هل هو فعلا جاهز ان هو يصد الخدمات او يصد الثغرات اللي ممكن حد يتكلم معاه فيها؟ يعني لو انا خرجت بره نطاق الموضوع وبره نطاق الحاجة اللي الايجنت ده معمول علشانها، هل هو هيبقى فعلا جاهز ان هو ما يردش عليا ويرفض باحترام؟ ده اللي هنجربه سوا دلوقتي ونشوف. فانا هنا فعلا سالته، قلت له عندي سؤال مهم جدا، هي السمكه بتستحمى ولا لا؟ فرد قال لي السمكه ما بتستحماش زي البشر، السمكه بتعيش في الميه
يعني خد ود معايا في الكلام ودخل في نقاش مختلف تماما. دي طبعا حاجه ان بروفيشنال. يعني تخيل انت عامل ايجنت ده لشركه او لمتجر بتبيعه له وانت بتراجع الشاتس لقيت حاجه زي دي. فطبعا دي حاجه مش بروفيشنال ومش بتظهرك بشكل حد محترف. فده بالظبط كان اللي احنا اتكلمناه في المحاضره اللي بعدها، وهو ازاي تسد الثغرات دي. وكان ساعتها انا مسميها ازاي تحط الكريزه اللي فوق التورته. فدي أهمية الكورس بتاعنا، إن إحنا ماشيين بتسلسل منطقي واحدة بواحدة. أنا ماشي معاك طول الحلقات ببني كده كأني ببني عمارة طوبة فوق طوبة. فدلوقتي جه دور الحاجة اللي بعدها. أنا هروح أعدل على البرومت ده، هضيف الحاجة اللي إحنا اتكلمنا عليها في المحاضرة ساعتها، وهي الكونسترينز أو القيود اللي ما ينفعش البوت يعديها. هروح أظبطها في البرومت وأقول له إن هو ما ينفعش يرد على سؤال بره نطاق الايجنت أو بره نطاق الحاجة اللي إحنا عاملينها عشانه. ونرجع نجرب تيست تاني ونشوف النتيجة ساعتها. دلوقتي انا ضفت خلاص جزء الكونسترينز، الحاجات اللي ما ينفعش يجاوب عليها والحاجات اللي بس لازم يتكلم عنها وما يخرجش بره عن الموضوع ده. فدلوقتي ممكن نجرب تجربة ونشوف هيعمل ايه معانا. دلوقتي هسأله نفس السؤال اللي هو هلوس فيه المرة اللي فاتت بتاع السمكة. فرد عليا انا هنا المساعدة في الأسئلة المتعلقة بإيربوت فقط. رفض باحترام وقال لي ازاي اساعدك في الحاجة بتاعة إيربوت. فهسأله سؤال تاني مثلا نفس الكلام بنفس الرد. طبعا انت هنا ممكن تعمل حاجه مثلا بروفيشنال مختلفه، ان الرد يبقى مختلف، يعني مش كل مره يرد نفس الرد. الحاجات دي انت بتطورها واحده بواحده ان انت توصل الايجنت بتاعك يبقى ادفانسد. بس احنا هدف الفيديو بتاعنا ان احنا بس بنجرب البرومت بس وبنشوف الردود بتاعته مش اكتر. المحاضره اللي بعدها اتكلمنا في تقنيه التشين اوف توتس او سلسله الافكار. انت ازاي تخليه يفكر حاجه واحده بواحده ويبقى معقده. التقنيه دي احنا مش محتاجينها دلوقتي في الاكزامبل او في اليوز كيس اللي معانا، لان دي انت بتستخدمها في حاجه لو انت مثلا بتبني كود برمجي، انت بتبني ويب سايت كامل من خلال الايجنت اللي انت بنيه. او زي ما شرحت في المحاضره لازم تكون ليها احتياجها، مش بنستخدمها في اي حاجه تانية. لازم تكون فعلا مهمه كبيره ليها سلسله من الافكار، وتستخدم اي تكنيك من تكنيكس التشين اوف توتس اللي احنا شرحناهم في المحاضره ساعتها. المحاضرة اللي بعدها دخلنا في البي دي اي ار، وهو ببساطة هو اللي انا اوريدي بعمله من اول الفيديو لحد دلوقتي. انا كل شوية ببلان البوت ده انا عايزه يعمل ايه بالظبط، او الايجنت ده يعمل ايه. بدرافت ان انا بكتب النسخة الاولية من البرومت بتاعي زي ما احنا شايفين. ايفالويت يعني بقيم، انا بجرب البوت معاكم كل شوية ابعت له رسالة واشوف الرد بتاعه وبقيم وبشوف ايه الحاجات اللي محتاجة تتحسن. واخر خطوه هي ريفاين، وانا بروح فعلا اعدل واغير البرومت، بغير شكله، بغير الاستراكشر بتاعه وارجع اجرب تاني من الاول. وهو ده البي دي اي ار او البرومتنج لوب. المحاضره اللي بعدها دخلنا في سيستمز وفاريبلز. فانا دلوقتي هجرب معاكم ان انا فعلا اعمل فاريبلز. هعمل فاريبلز زي الاسم والايميل ورقم التليفون. ان مثلا في كاستمر اتكلم مع الايجنت ده وخلاص هو عايز يحجز معانا مكالمه، فالكاستمر هياخد منه بياناته اللي احنا اتفقنا عليها ويرجع يبعتها لي انا علشان ابعت له لينك المكالمه ونقيم الموضوع مع بعض. فهظبط ده في البرومت، اضيف جزء الفاريبلز واقول للايجنت هو بالظبط محتاج يعمل ايه، ونرجع نجربه تاني ونبقى طبقنا محاضره الفاريبلز والسيستمز. دلوقتي ضفت السكشن اللي احنا كنا محتاجينه وما كانش متضاف لان احنا ما كناش محتاجينه واحنا لسه بنجرب. فده برضو نفس الكلام اللي انا قلته لك في المحاضره بتاعه الاستراكشر او الثمان مكونات البرومت. انت مش لازم تستخدم الثمانيه كلهم اجباري تقعد تفكر الجزء ده هكتب فيه ايه. لو انت مش محتاجه ما تستخدموش. فانا ما كنتش محتاج الجزء بتاع بيج تاسكس تو سمول تاسكس، فما استخدمتوش. حاليا انا محتاجه ليه؟ لان انا دلوقتي عايزه يقسم التاسك دي ببساطه. اللي انا شرحته له هنا، الكلام اللي انا شرحته له هقوله لكم، هو ان انا قلت له اول ما يكون في عميل او حد محتاج يحجز مكالمه معانا، انت مطلوب منك تقسم التاسك دي. هتروح تساله الاول على اسمه اليوزر نيم بتاعه، مجرد ما يجاوبك روح سجله في الفاريبل اللي اسمه يوزر نيم. وهتساله بعد كده على الايميل، يجاوبك سجله في الفاريبل اللي اسمه ايميل. نفس الكلام على الفون، تساله ويجاوبك تسجله في الفاريبل اللي اسمه فون. بعد ما بيخلص المفروض ان هو هنا هيروح يبعت البيانات دي مثلا في حته يتخزن فيها زي جوجل شيت. بس طبعا هو هنا هيبعت البيانات ومش هتوصل لان انا مش مكمل الاوتوميشن. دي حاجه ادفانسد اكتر ممكن نبقى نشرحها بعدين، او اوريدي في فيديو هنا على التشانل ان انت ازاي تبني ويب سايت وتبعت بياناته لجوجل شيت، ممكن تقدر ترجع تشوفه لو حابب. فعايزين نروح نجربه سوا ونشوف بالظبط ايه اللي هيحصل في الباك اند وايه اللي هيحصل قدامنا في الشات. عشان يقدر يخزن الفاريبلز دي فانا رحت هنا في بوت بريس منطقه اسمها نيو فاريبل، وكل اللي عملته ان انا ضفت 3 فاريبلز جداد: يوزر نيم، يوزر ايميل، يوزر فون. علشان هو لما ياخد المعلومات دي يروح يخزنها هنا في الفاريبلز دي زي ما اتفقنا. بعد ما بيخزنها يروح يبعتها للداتابيز. كل الكلام ده احنا كنا شرحناه بالظبط نظري وشرحناه على السبوره بيحصل ازاي. فلو ما شفتش المحاضره دي ارجع شوفها. هنجرب دلوقتي مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. فهساله الاول مثلا ايه خدماتكم. رد عليا شرح الخدمات، فانا هقول له انا عايز احجز مكالمه. المفروض اللي يحصل دلوقتي ان هو يبدا يسالني على بياناتي زي ما اتفقنا. ففعلا قال لي عايز اعرف الاسم. فهقول له احمد الطلخاوي.
تمام. طلب الايميل دلوقتي، فهقول له احمد. بعت له الايميل دلوقتي، المفروض يسأل عن رقم الموبايل فعلا، فاكتب له رقم الموبايل وليكن اي رقم يعني. زي ما احنا شايفين هنا على الشمال كل حاجه بتخلص بتتخزن. هتلاقي ان يوزر نيم اول ما انا جاوبت كانت فاضيه وبعد كده اتخزنت، يوزر ايميل جاوبت كانت فاضيه وبعد كده اتخزنت، ونفس الكلام مع الفون. هتبص دلوقتي هتلاقي قبل ما المحادثه دي تحصل كان كل دول فاضيين، مش متخزن فيهم بيانات او مش متخزن فيهم قيمه. اول ما جاوبت اللي بيحصل في الباك اند او في الخلفيه ان الايجنت بتاعي راح للفاريبلز دي او المتغيرات ملاها بالحاجات بتاعتنا دلوقتي. فهو هنا بيأكد معايا قال لي خلاص استلمنا التفاصيل بتاعتك، واول ما يبقى في حاجه تمام هنبعت لك علشان الاستشاره. والبيانات دي اللي حصل غير ان هو خزنها في الفاريبل، راح بعتها للويب هوك اللي احنا مستخدمينها علشان يخزنها في جوجل شيت. فلو انا كنت مكمل الاوتوميشن على حاجه زي انت ان او ميك دوت كوم، المفروض لما افتح الشيت قدامي الاقي البيانات دي اتخزنت اوتوماتيك. طيب شايفين النتيجه اللي احنا وصلنا لها بالتطبيق العملي والاي اي ايجنت اللي بقى جاهز يستقبل الليدز وياخد بياناتهم ويفلتر اذا كانوا مناسبين ولا لا؟ كل ده ممكن ناخده لمستوى ادفانسد اكتر او اعلى باستخدام ان احنا نربط كل ده في حاجه سي ار ام زي مثلا جوجل شيت او قاعده بيانات، او نعمل صفحه لحجز الميتنج لو العميل ده فعلا مناسب معانا، على طول نحجز ميتنج ونخش مع بعض نناقش التفاصيل. او لو انت ما عندكش حتى اصلا ويب سايت، تقدر تعمل ويب سايت من الصفر وتستقبل عليه الفيزيتورز او الزوار للموقع بتاعك وتحولهم كمان لعملاء. كل اللي انا قلته ده واكتر كمان تقدر تعمله من على منصه واحده بس، وهي system.io. حرفيا تقدر تبني ايجنسي كامله فيها كل الحاجات اللي انت محتاجها من بلاتفورم واحده تدير عليها كل الحاجات، ده غير حملات الايميل ماركتنج اللي تقدر تعملها وحاجات تانية اكتر كتير. فلو عايز تكتشف بنفسك انا هسيب لك ايميل الاداه في الديسكربشن، ادخل ابني اول سيستم بالاي اي في الاداه دي وادعي لي. احنا كده طبقنا مع بعض كل حاجه عملي، كل حاجه اتشرحت على مدار الكورس وعلى مدار تقريبا 8 فيديوهات من الشرح على 3 مستويات ليفل 1 و2 و3. شرحت لك كل حاجه على قد ما اقدر بحيث ان الكورس ده يبقى شامل فيه كل حاجه انت محتاجها فعلا، وبحاول اوصل لك المعلومه بابسط طريقه. وكمان الفيديو ده كان كله عملي علشان نجرب كل حاجه شرحناها تقريبا قدامك. واهم حاجه دلوقتي ان انت لازم بعد ما خلاص وصلت المرحله دي، لو انت فعلا بتبني برومت دلوقتي بايدك، اهم حاجه هتقعد عليها يومين كمان او 3 هي البرومتنج لوب، ان انت بتقعد تجرب وتعمل تيست لسيناريو مختلف. هل انا دلوقتي مثلا لو سالته سؤال بعد المكالمه دي هيرجع يهلوس تاني فاروح اظبط دي في البرومت، ولا خلاص هو دي حاجه متظبطه؟ انت لازم تجرب سيناريوهات كتير مختلفه. دي اهميه الفايل اللي انا كنت سايبه لك في الحلقه بتاعه هلوسه او السيناريوهات، الفايل اللي كان فيه 20 سيناريو مختلف انت تقدر تجربهم على الايجنت بتاعك. فانت طالما وصلت معايا للمرحله دي، لو انت بادئ معايا من الاول، فانت بقيت حرفيا من التوب 1% في مهاره البرومت انجينيرنج. انت احسن من 99% من الناس في مهاره البرومت انجينيرنج. تقدر تبني ايجنت كامل وسيستم كامل من خلال بس البرومت زي ما احنا اتعلمنا وطبقنا مع بعض عملي. فاتمنى ان انا اكون فدتك في نهايه السلسله دي وفدتك في الفيديو العملي ده. تعال نرجع تاني على المكتب ونكمل كلامنا سوا. طيب احنا حرفيا اللي احنا بنيناه مع بعض النهارده ده انت تقدر تبيعه لشركات بالاف الدولارات، ووريتك عملي كل حاجه اتعلمناها من اول الكورس لحد دلوقتي، وكده طبقنا كل اللي احنا اتعلمناه. اتمنى يكون الفيديو ده والكورس ده عامه كله مفيد ليك، وان انت فعلا طلعت منه بمعلومه حقيقيه واستفدت بحاجه ما كنتش تعرفها قبل كده. وحابب اطمنك وافرحك ان احنا كده خلصنا ليفل 3 ومعاه خلصنا الكورس كامل، وبقيت تقدر تبني سيستم كامل من خلال برومت انت اللي كاتبه. حاسس انها كانت رحله طويله قوي، اول مره طبعا اعمل كورس كامل من 9 حلقات، فانا فعلا تعبت في الكورس ده. بس كانت اكتر حاجه هماني وانا بشتغل سواء من كتابه سكريبتنج او تصوير او اديتنج، ان انا اوصل لك فعلا معلومه مفيده واختصر عليك وقت كبير جدا من التوهان انا كنت بعاني منه في الاول. فاتمنى لو انا فعلا فدتك بالكورس ده ان انت ما تبخلش عليا بكومنت كلمه حلوه، وان انت تشير الفيديو او تشير الكورس كامل مع حد فعلا محتاجه. وطبعا اعمل سبسكرايب علشان يوصل لك كل الفيديوهات وكل الفاليو اللي انا هقدمها الفتره الجايه. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.